تصدقوا يا جماعه الواحد كان بقاله كتير قوي ما اتفرجش على ماتشات مصارعه. اه يا معلم، مصارعه، ما انت سمعت صح، ما تستغربش. ماتش برشلونه وديبورتيفو الفيس ده ماتش مصارعه، ده ما يتقالش عليه ماتش كوره. وخصوصا الشوط الاول باللي حصل فيه ده 12 خطأ تقريبا لالفيس في الشوط الاول، غير لاعبين اتنين طلعوا مصابين، سواء جافي او لاعب الفيس اللي طلعوا مع بعض في كوره مشتركه بالدماغ، والاثنين طلعوا مصابين من ماتش من ماتشات الليجا اللي بتبقى 3 العصر دول. وفعلا كان ماتش كلح على برشلونه، والحمد لله ان احنا عديناه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا ابراهيم حمدين ودي قناه حمدينوفيتش، واحنا النهارده جايين نتكلم عن ماتشين ريال مدريد وبرشلونه، شويه كلام كده في كل ماتش وترتيب جدول الدوري بعد نهايه الجوله. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان نوصل القناه 1000 مشترك، ويلا بينا نبدا. خلونا بقى في البدايه نتكلم عن ماتش برشلونه. ماتش برشلونه والافيس ده يا جماعه كان ماتش مصارعه وماتش كلح كلاحه في الشوط الاول. يعني اللي اتفرج على الشوط الاول ده هو تقريبا ما كانش فيه كوره، كان كله ضرب وخناق وتكسير، والحكم ولا بيقول لحد انت بتعمل ايه ولا عارف يسيطر على الماتش في الشوط الاول ده بالذات. بصراحه شوط اول ما فيهوش اي حاجه غير لامين يامال. بقى لامين يامال، ونتكلم عن لامين يامال. لامين يامال اللي ما شافش الماتش، انت اكيد حتى لو ما شفتش الماتش شفت اي حد منزلها، سواء بقى برشلوني سواء اي حد بيتابع كوره عامه. اكيد شفت الكوره اللي لامين يامال تقريبا لم فيها حوالي 5 6 واداها لرافينيا، بس رافينيا ضيعها. وده الجول لو كان جه كان هيتقارن مثلا بجون مارادونا في انجلترا او جون انكر ميسي اللي احنا لحد دلوقتي بنتحكى بيه. رقص اتنين في التالت، في واحد فرشه كده على الماشي، في الرابع، في الخامس. لا كان هيبقى الجول لو دخل، وخصوصا لو لامين يامال نفسه اللي جابه. بس للاسف هو يعني كانت صعبه عليه شويه فاداها لرافينيا ورافينيا ضيعها. لو كان دخل سواء من لامين يامال او من رافينيا كان هيبقى جون عالمي عالمي وهنتحكى بيه، وخصوصا ان اللي هيكون جايبه كان عيل 17 سنه. هو الشوط الاول ما فيهوش غير لامين يامال بصراحه، والكره العالميه اللي كلنا اتمزجنا واحنا بنتفرج بيها، سواء بقى في اللايف او اللقطات اللي نزلت بعد الماتش. وباستثناء بقى اللقطه دي ما فيش اي حاجه تقريبا في الشوط الاول زي ما قلنا. بس خلينا نقول ان الماتش تقريبا او برشلونه اتحولت بعد الاصابه بتاعت جافي. قبل اصابه جافي كان في كوره لامين يامال والكوره اللي رافينيا ضيعها، بس بعد بقى اصابه جافي تحس ان الفرقه همدت كده او خافت، ما طرحش على الجون اصلا بولا كوره تقريبا. وبرشلونه ما كانتش عارفه تطلع بالكوره في الشوط الاول ده خالص. ويمكن بقى في الشوط الثاني، ودي الحاجه اللي بتميز فليك جدا، ان هو بيقرا الماتشات كويس جدا. تبديل جارسيا وديونج بدل كاسادو واراخو. انا ما اعرفش بصراحه اراخو طلع عشان هو عنده انذار من الشوط الاول، ولا طلع عشان فكره الخروج بالكوره. كاسادو واراخو في ماتش برشلونه ده الاثنين ما كانوش شايفين قدامهم، والاثنين ما كانوش بيطلعوا الفرقه بالكوره خالص. اراخو زي ما كلنا عارفين ما بيعرفش يطلع بالكوره احسن حاجه. نفس الكلام كاسادو كان وحش جدا 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 في ماتش الافيس ده. فتبديلتين من فليك قرا بيهم الماتش بدري. ديونج نزل عمل فرق كبير جدا. نفس الكلام ايريك جارسيا اللي بيعرف يطلع بالكوره حلوه قوي. وبصراحه عملوا الفرقه شكل كويس جدا، ودي من الحاجات بقى اللي بحبها قوي في فليك. فليك استاذ في قرايه الماتشات، واستاذ في قلب الشوط الثاني بالذات على الفرقه اللي هو بيلعبها. دي من الحاجات اللي مفرحاني جدا ان برشلونه بترجع للمنافسه تاني، لان دي حاجه هتنصف فليك. فليك كنت متضايق قوي من فكره ان هو بعد البدايه القويه جدا اللي كان عاملها، لا هو بيرجع تاني والفرقه بتقع منه وبتدخل في سلسله هزايم وتعادلات كتير جدا. بعدتهم من ان انت كنت متصدر الدوري بفرق 8 نقط تقريبا او 10 نقط، لان انت حاليا بقيت ورا ريال مدريد كان الفرق 7 نقط. فدي حاجه بسطتني جدا لانها هتنصف فليك فعلا. ولسه بقى السبت الجاي كمان هتلاقي ريال مدريد هيلاعب اتلتيكو مدريد وهيكسروا في بعض، وانت هتبقى اكبر المستفيدين، سواء ده كسب سواء ده كسب سواء اتعادلوا. دي حاجه حبيت اتكلم عليها بمناسبه ان احنا بنتكلم على فليك وعلى العبقريه بتاعت فليك في قرايه الشوط الثاني دايما، وان هو بيبقى قاري المشهد كويس جدا وعارف ومخطط هيعمل ايه عشان يحسن الفرقه. طيب خلونا بقى نرجع نتكلم برضو على لامين يامال. لامين يامال يا جماعه يعني هو تقريبا اللاعب الوحيد في الفرقه اللي رغم التكسير والضرب وكل الحاجات اللي كانت بتحصل دي، لامين يامال كان بياخد الكوره كل مره مش خايف من اي حد، واخد الكوره ورايح عايز يرقص واحد واثنين وثلاثه ومش همه اي حد. خليني اقول لكم ان لامين يامال عمل 11 مراوغه صحيحه وصنع 3 فرص منهم فرصه محققه للتسجيل، غير انه كسب 15 ثنائيه، وده رقم كبير جدا، وخصوصا ان احنا بنتكلم على لاعب وينج وهجومي، يعني مش لاعب خط وسط او لاعب مدافع. لا فلامين يامال واحده من الماتشات الكبيره جدا اللي قدمها واللي بيثبت فيها ان هو عنده شخصيه كبيره جدا وما بيخافش. ده واحد نازل بيستمتع باللي هو بيعمله، وقلناها كتير قبل كده يا جماعه. لامين يامال اللي بيميزه عن اي واحد في جيله او حتى اكبر منه سنتين ثلاثه ان لامين يامال
شايل كل الضغوط من عليه، نازل تقريبا عايز يستمتع دايما بالماتش، ما بيعتمدش هو بيلعب فرقه مين او لعيبه ايه، لا هو ما بيفرقش معاه كل ده. يا معلم انا هنزل هخليك انت كمشاهد انت مبسوط ان انت بتتفرج على الماتش، حتى لو الماتش وحش انت مبسوط ان انت بتتفرج عليا انا بس. انا شايف والله ان الشخصيه بتاعته دي شخصيه جباره، شخصيه كبيره جدا، وخصوصا في ماتشات الليجا دي اللي هي الماتشات اللي بتبقى 3 العصر ومتقفله وماتشات رخمه كلها ضرب وخناق، لا بيظهر لك لاعب انا حتى لو الماتش متقفل والماتش ما تنيل بنيله، لا انا هظهر لك وهعمل الحاجات اللي ما بيعملهاش اكبر لعيبه في الفرقه. طيب مين تاني برضو هنتكلم عليه؟ كالعاده طبعا هو في غيره اللي من اول الموسم بنتكلم عليه كل ماتش، اللي ما فيش ماتش تقريبا من اول الموسم لعبه وحش. لامين يامال ممكن يعمل ماتشات وحشه، رافينيا نفس الكلام، ليفا نفس الكلام، باستثناء هو بدري. انت بتتكلم على طلوع بالكره تحت ضغط، استخلاص، صناعه فرص، مراوغات، كل حاجه عايز تقولها عن بدري يقولها. لاعب الخط الوسط المثالي. حته خط الوسط دي انا مش شايف حاليا ان في لاعب يقعد مع بدري على القهوه، مفيش لاعب يتقارن مع بدري في خط الوسط. بدري في ماتش برشلونه ده صنع فرصتين، كسب 11 ثنائيه من اصل 11، دي برده من الحاجات الكبيره جدا، هو دخل 11 ثنائيه كسب ال 11، صنع 3 فرص كبيره، غير طبعا الخروج بالكوره والضغط اللي بيخلص منه، وازاي بيمسك الكوره ويعرف يهدي الريتم ويعليه زي ما هو عايز. واخد تقييم 8.2 هو رجل المباراه من سوفا سكور. فبدري كالعاده ماتش كبير جدا بيعمله سواء هو او لامين يامال. وخلونا بقى نخش على حته التحكيم. التحكيم يا جماعه في اسبانيا بقى كارثه والله، والله التحكيم في اسبانيا يعني ما تقولش ان ده تحكيم في دوري من احسن دوريات العالم. من اول الماتش يبين الخناق والتكسير اللي بيحصل، فانت كحكم مفروض من اول الماتش كده يكون ليك قرار عشان اللعيبه تخاف منك، لا دوت ولا هو هنا اصلا، مفيش انذارات مفيش تحذيرات، وده خلى الماتش يهرب منك يا معلم. لعيبه الفيس باينه ان هي نازله من اول دقيقه هم نازلين يتخانقوا ونازلين يضربوا ونازلين يخوفوا لعيبه برشلونه، فانت المفروض يبقى عندك وقفه وتحمي اللعيبه اللي بتتضرب، هو ده دورك كحكم. رافينيا وهو خارج من الماتش تقريبا كان الحكم بيزعق له او حاجه، فقام قايل له ما تقول لهم حاجه هم كمان يا عم، ولا انت بترغي معانا احنا بس؟ فتقريبا الحكم قال له هديك انذار او حاجه، فقال له ما يهمنيش تبا لك، طبعا ما قالش تبا لك، ده انا بجود من عندي، وقام في الاخر قايل له انتم جبناء، يعني على الحكم يعني والاثنين مساعدين بتوعه غالبا، وغالبا يعني هو ممكن بنسبه كبيره يتوقف او ياخد عقوبه الماتشات الجايه. فده برضو تصرف من واحد زي رافينيا، المفروض ان هو من قاده الفريق يبين لك ان هم اللعيبه كانوا مستفزين جدا من الحكم ومن لعيبه الفيز اللي كانوا عمالين يكسروا فيهم، ولاعيبه برشلونه مش لاقيه رد فعل من الحكم اصلا. ففي النهايه برشلونه كسبوا 3 نقط مهمين جدا جدا في ماتش كان رخم، في ماتش انت بتعاني منه من اول الموسم تقريبا. ماتش الساعه 3 ده برشلونه كانت بتعاني منه، وتعثرت تقريبا في ماتشين 3 من ماتشات 3 العصر دي، 2 تعادل 1 خساره حاجه كده تقريبا. فماتش كان مهم جدا ان انت تطلع بال3 نقط، خصوصا بعد خساره ريال مدريد عشان تقرب الفارق اكتر واكتر، وفي ديربي يوم السبت الجاي، غير كده انت لسه عندك كلاسيكو مع الريال ولسه عندك ماتش مع اتلتيكو، فانت كده خلاص بقيت قريب 3 نقط عن اتلتيكو مدريد وقريب 4 نقط عن ريال مدريد، بترجع نفسك تاني لصراع الدوري. ومن هنا بقى خلينا نروح على ماتش ريال مدريد وهنقول حبه كلام خفاف جدا فيه كده. مبدئيا انشيلوتي بصراحه بقى مستفز جدا لجماهير ريال مدريد، بس بالنسبه لي انا تمام، بالنسبه لي انا وكل جماهير برشلونه تمام. اول حاجه يا معلم فين راؤول اسينسيو؟ راؤول اسينسيو المدافع بتاعك، يعني ما بداتش بيه الماتش تمام، لما روديجير يتصاب ما تنزلوش برده، طب انت ما بتنزلوش ليه؟ يعني ده لاعب من احسن المدافعين عندك في الفرقه. طيب نسيبنا من اسينسيو، فكره فينيسيوس ومبابي، يعني خلاص بقى تقريبا الكل مقتنع دلوقتي في العالم كله ان فينيسيوس ومبابي ما ينفعش يبقوا في نفس الملعب مع بعض. انت شفت لما فينيسيوس الماتشات اللي فاتت ما كانش بيلعب، كنت بتلاقي الفرقه شغاله ازاي، سواء برودريجو او مبابي او حتى بيلينجهام، كنت بتلاقي الفرقه قايمه شويه ومعاهم ابراهيم دياز طبعا. فدلوقتي احنا متهيألي بعد ماتش ريال مدريد اللي فات ده ادركنا ان مبابي وفينيسيوس ما ينفعوش مع بعض. غير بقى كده فكره الجلاكتيكوس الاربع لعيبه، سواء رودريجو او مبابي او فينيسيوس او بيلينجهام، الاربع لعيبه دول ما ينفعوش في نفس الماتش، هينفعوك في ماتشات قليله اللي هي الماتشات اللي انت مش هتبقى بتلعب فيها فرقه كبيره تمام، انما في الماتشات الكبيره ما ينفعش الاربعه يبقوا مع بعض يا معلم. انت جربت ال3 4 ماتشات اللي فاتوا، كان في ماتشات فينيسيوس ما بيلعبش فيها والفرقه كانت بتبقى حلوه جدا، رودريجو لما بيبقى على الشمال بيبقى مفوق وبيبقى يعني اللي احنا شايفينه ان هو بيبقى ايجابي جدا 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 عن فينيسيوس في الماتشات اللي فاتت دي. فينيسيوس بقاله فتره كبيره قوي واقع، وتركيزه مش في الملعب، تركيزه في الخناقات، وان هو لما يتضرب يقوم يضحك ويسقف ويعمل الحركات المستفزه بتاعته دي. جماهير ريال مدريد نفسهم بقوا مخنوقين منه، وهو ده اللي كنا بنقوله من زمان يا جماعه والله، ان فينيسيوس لاعب مستفز،
انت هتبقى بتحبه عشان هو في فريقك، انما غير كده هو فعلا مستفز جدا. وجه الوقت اللي جماهير فريقه نفسه بقوا مستفزين منه. فانت يا عم انشيلوتي مستني ايه؟ ما تقعد واحد عشان يعني انت نفسك ما تخسرش وانت نفسك ما تقعش بالفرقه. فبرضه دي من الحاجات السلبيه جدا. وبرضه موضوع بقى بيلينجهام اظن بعد الماتش اللي فات ده جماهير كتير من ريال مدريد شايفه ان هو يا عم انت مهامك مهام لاعب خط وسط. فكك بقى من فكره ان انت بتاخد الكوره عايز تجيب بيها جهود. انت خط وسط المفروض تربط بين خط الوسط والهجوم، المفروض تصنع، المفروض تودي اللعيبه. بيلينجهام ما بنشوفش منه ده. وده اللي بنقوله من زمان وده اللي بنتكلم فيه، ان بيلينجهام ما ينفعش يتقارن مع بدري. مهام خط الوسط بدري بيعملها على اكمل وجه وبيعملها يعني فوق الممتاز، وما يتهيألي ما فيش خط وسط في العالم كله بيعمل الكلام ده زي بدري. على الناحيه الثانيه بنلاقي بيلينجهام، لا بيلينجهام لاعب اللي هو فكره المهاجم الثاني هيعملها حلو قوي، انما بيلينجهام مش لاعب خط الوسط اللي يديك المهام اللي انت عايزها خالص. وبرده حاجه تانية موضوع سيبايوس اللي طلع في الدقيقه 85 ده. طب انت يا معلم انشيلوتي بتطلع سيبايوس وتنزل مودريتش وانت شايف ان الفرقه اللي قدامك هتلعبك على المرتدات؟ انت شايف ان مودريتش هيقدر يرجع يرد في المرتدات؟ انت بتعمل ايه؟ غير كده شايف ان فينيسيوس وحش جدا زي ما قلنا وما بتنزلش ولا اندريك ولا ابراهيم دياز. طب ما تنزل ابراهيم دياز وتنقل رودريجو الناحيه الثانيه. يا عم نزل اندريك مكان فينيسيوس وجيب امبابي في الحته اللي هو بيحبها ونزل اندريك مهاجم، يعني اعمل اي حاجه. لا، هو انشيلوتي لما دماغه بتقفل بتبقى ما تفهمش هو عايز ايه. وبرده من الحاجات فاسكيز ده والله ربنا يكون في عون جماهير ريال مدريد. يعني انا هو بشجع برشلونه بس فاسكيز ده ابتلاء. مفيش لاعب ومفيش فرقه في الدوري الاسباني او فرقه بتلعب ريال مدريد غير وهتلاقيهم بيسجلوا جول من ناحيه فاسكيز. دفاعيا لاعب زي الزفت، هجوميا هو ما بيقدمش اي اضافه تقريبا، ما عندوش غير الكره الوحيده اللي كلنا حافظينها اللي هو يهوش بيها فاللاعب يقوم شايله كده بالنص ياخد بيها ضربه جزاء، ما عندوش غير. فبصراحه ماتش كان وحش جدا من ريال مدريد. وزي ما اتكلمنا عن التحكيم على موضوع برشلونه، برضو التحكيم في موضوع ريال مدريد مستفز وكل حاجه. بس يا جماعه خليكم فاكرين ان في نفس الماتش ده في الدور الاول ريال مدريد اتحسب لها ضربه جزاء ومن سخريه القدر ان اللي اتحسب ضده ضربه جزاء في الدور الاول هو اللي عمل مشكله وكان المفروض يطرد وما اتطردش وهو اللي جاب جون الفوز. فبرضه بقى خلينا نتكلم ان زي ما جماهير ريال مدريد بتقول التحكيم وعلينا وعليكم وبتاع، هو علينا وعليكم واللي حصل معاكم ده كان حاصل ليكوا في الدور الاول وما اتكلمتوش. فبرضه دي من الحاجات اللي حابين نتكلم فيها. برضه حاجه من الحاجات اللي عايز اتكلم عليها فكره ان انشيلوتي بيعتمد على فرديات اللعيبه. طبعا كلنا عارفين ده، بس يا معلم انت شايف فريق متكتل، فرقتك مش قادره تعمل حاجه، انت فين شغلك هنا؟ يعني انت بتمرن اللعيبه دي على ايه؟ ده سؤال كلنا تقريبا عايزين نعرفه بقى، جماهير الريال، جماهير برشلونه، جماهير العالم كله. انت يا انشيلوتي الفرقه دي لما بتيجي تمرنها بتمرنها على ايه؟ لما يكون عندك فريق متكتل بالشكل ده وانت لعيبتك ما عندهاش اي حلول، كل واحد بياخد الكوره وبيعتمد على فردياته، بيعتمد على 1 2 مع لاعب تاني ويمكن يجيب جون، وهو ده اللي انت بتعمله من اول الموسم وهو ده اللي انت مشهور بيه اصلا. فعلامات استفهام كتير على انشيلوتي من حيث بقى التشكيل ومن حيث الاداء ومن حيث كل حاجه، وانت داخل على ماتشين نار، سواء اتلتيكو في الدوري اللي هيحسم حاجات كتير قوي في الدوري، او مانشستر سيتي اللي ماتش مهم جدا، اللي لو خسرت قصاد مانشستر سيتي انت يعتبر طلعت من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. فانت داخل على ماتشات نار، هتعمل ايه مع الكلام ده؟ مش عارفين. بس يعني لو الوضع في مدريد سيء فانا بتمنى اليوم الاسوأ بصراحه. وخلينا بقى كده نقول ترتيب جدول الدوري بعد نهايه الجوله تقريبا. ريال مدريد في المركز الاول ب 49 نقطه، اتلتيكو مدريد في المركز الثاني 48 نقطه، برشلونه في المركز الثالث 45 نقطه. وزي ما قلنا الجوله الجايه هي ماتش بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد، يعني ماتش هيبقى اكبر المستفيدين منه هم برشلونه، سواء ده وقع او ده وقع او اتعادلوا. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده عن ماتشين برشلونه وريال مدريد والدوري الاسباني اللي عمال جوله ورا الثانيه بيولع اكتر واكتر، في ظل ان الدوري الانجليزي اللي كلنا كنا بنستمتع بيه لحد اخر نفس تقريبا واخر جوله، لا هو ليفربول حاسمه من بدري. بنلاقي ان الدوري الاسباني هو اللي مولع، هو اللي فيه صراع ثلاثي ما بين الريال وبرشلونه واتلتيكو، وهنشوف كده هيرسى على ايه. فلو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، عايزين نوصل القناه 1000 مشترك. وبس كده، نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.